السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلبة تانية ثانوي، أهلا وسهلا بيكم. معادنا دلوقتي مع حل امتحان محافظة اسكندرية لمادة الرياضة البحتة. سايب لك في وصف الفيديو قائمة تشغيل مراجعاتنا، قائمة تشغيل الامتحانات، وسايب لك قناتنا على التليجرام اللي بينزل عليها ملفات الحصص وملخصات المادة. يلا بينا نسمي الله نشوف أول سؤال معانا في امتحان اسكندرية رياضة بحتة بيقول إيه. طبعا السؤال ده جه شبهه في الجيزة. بيقول لك أ ناقص 2 تربيع زائد 6 س زائد 12 على 4 ناقص 2 س بيساوي ب. هات لي أ زائد ب. وخد بالك السين تقول لي ما لا نهاية. طالما السين تقول لي ما لا نهاية وفي ناتج يبقى كده درجة البسط لازم تساوي درجة المقام. طب درجة البسط 2 درجة المقام بواحد يبقى كده في حاجة غلط. فأنت لازم درجة البسط تبقى واحد ودرجة المقام تبقى واحد. يعني مش لازم تبقى واحد درجة المقام، أنت اللي مخلي لك البسط لازم يبقى زي المقام إن أنت ليه ناتج. فلازم تستبعد الدرجة التانية دي. فاللي يضيع لك الدرجة التانية إن المعامل بتاعها يبقى بصفر. المعامل بتاعها اللي هو أ ناقص 2 هيساوي صفر، يبقى أطلع الاتنين يبقى الألف بموجب 2. حلو. فده راح. بقت المسألة 6 س زائد 12 على 4 س ناقص 2 بتساوي ب. في الما نهاية ودرجة البسط بتساوي درجة المقام، الناتج بيبقى المعامل بتاع البسط على المعامل بتاع المقام. يعني 6 على سالب 2 هو اللي بره اللي هو مين؟ اللي هو الب. 6 على سالب 2 يعني سالب 3. يبقى انا كده جبت الالف جبت الب، هو عايز الف زائد ب. يعني 2 زائد سالب 3 يعني سالب 1، يعني تختار الاجابه الاولى. السؤال رقم 2 ده ملغى عليك السنه دي. السؤال رقم 3 دالة س بتساوي 4 أس س، هات لي دالة س زائد 1 زائد دالة س ناقص 1 لما تساوي 68. برضه جه شبهه في الجيزة. هتجيب ديت هتحط دي مكان السين، هتبقى 4 أس س زائد 1، وهتحط دي مكان السين برضه هتبقى زائد 4 أس س ناقص 1. كل ده بيساوي كام؟ 68. طبعا اللي بعد كده خطوة العامل المشترك. هتاخد المتكرر اللي هو 4 أس س، فهيتفضل لك الواحد وما تنساش تحتيها 4 يعني 4 أس 1، وهيتفضل لك السالب 1 وبرضه تحتيها 4. دي أس 4 أس سالب 1 بيساوي 68. هنحسبه 4 زائد 4 أس سالب 1 اللي هي ربع. فالأربعة دي نقوله مثلا دي هتبقى 16 على 4 يعني 17 على 4 في 4 أس س بيساوي 68. هنقلب دي بره، هتبقى 4 أس س بتساوي 68 في مقلوب ال 17 على 4 اللي هو 4 على 17. سيادتك بقى هنحسبوها بالإيه؟ بالآلة. 68 في شرطة كسر 4 على 17 يساوي 16 اللي هي 4 أس 2. الأساس بيساوي الأساس يبقى الأس بيساوي الأس، يعني كده س هتساوي 2. دور بقى عليها في الاختيارات موجودة معاك الإجابة ب. السؤال الرابع مجال الدالة دي، طبعا دي دالة جذرية والجذر هنا زوجي، جذر تربيعي. يبقى المجال بتاعك إن يكون اللي تحته ده اللي هو 6 ناقص س أكبر من أو يساوي 0. هطلع الستة بعكس الإشارة يبقى سالب س أكبر من أو تساوي سالب 6. هضرب في سالب 1 عشان أجيب السين بس، فهتبقى س 6 اتغيرت اشارتهم، والعلامه بتتقلب لما بضرب في سالب يعني اقل من او يساوي. يعني كده الحل هيبقى من سالب ما لا نهايه ل6. طالما اقل من 6 يبقى رايحه لسالب ما لا نهايه، وفي يساوي تبقى الستة مقفوله والما لا نهايه مفتوحه. دور على دي في الاختيارات موجوده معاك يا شباب الاجابه د. سؤال 5 د داله فرديه، عايز 2 د س زائد 8 د سالب س على 3 د س. طالما الداله داله فرديه يبقى داله السالب س هي سالب دالة السين. حلو. دي 2 دالة س تفضل زي ما هي. دي دالة سالب س هتبقى سالب دالة س، فسالب في موجب 8 يعني سالب 8 دالة س، وتحت 2 دالة س. كده انا خليتها في مجهول واحد اللي هو دالة س. هنجمع 2 ناقص 8 سالب 6 دالة س على 2 دالة س، فدالة س تروح مع دالة س. اتفضل لك سالب 6 على 2 اللي هو بسالب 3. تعالى كده تاني، انا هنا عندي دي 3 دي 3 انا كتبتها 2، فسالب 6 على 3 هتطلع بسالب 2. يبقى 2 ناقص 8 سالب 6 وتحت 3 يبقى سالب 6 على 3 بكام؟ بسالب 2. دور عليها موجوده معاك يا شباب الاجابه ب. السؤال رقم 6 النهايه دي بتساوي كام؟ طبعا واضح ان انا اعوض يطلع لي صفر على صفر، وفي كسر يعني انا كده هضرب في المرافق.
هكتب اللي فوق زي ما هو وبالمره اخد 5 عامل مشترك، ادي س تربيع ناقص 9 لما خدت ال5 مشترك، واللي تحت جذر 5 س زائد 1 ناقص 4. هضرب في مرافق المقام اللي هو جذر 5 س زائد 1 زائد 4. طالما حطيتها تحت يبقى لازم احطها فوق، جذر 5 س زائد 1 زائد 4. اللي فوق دول هيضربوا بعض عادي، 5 وبالمره نحلل مين بقى؟ س تربيع ناقص 9 هتبقى س ناقص 3 س زائد 3 في الجذر اللي هو جذر 5 س زائد 1 زائد 4. كل ده على اللي تحت. اللي تحت بقى جذر في جذر بيدينا اللي تحت الجذر، 5 س زائد 1 و4 في 4 ب8، يعني 5 س 4 في 4 ب16. انا كده جمعت 5 س ناقص 15، هاخد ال5 مشترك هيبقى عندي س ناقص 3، فدي هتروح مع دي وال5 مع ال5 كده المقام راح. هتعوض مكان السين بقى بكام؟ ب2 او ب3 3 زائد 3 ب6 في 5 في 3 ب15 زائد 1 16 جذرها 4 زائد 4 يعني 6 في 8 يعني 48. دور عليها موجودة معاك الإجابة د. سؤال فكرته جميلة. رقم 7 بيقول لك مثلث فيه 6 أ شرطة ب4 ب شرطة 3 ج شرطة أصغر زاوية. هجيب النسبة بين الأضلاع، فأقسم على رقم اختصر ال6 وال4 وال3. طبعا الرقم اللي ينفع هو ال12. أقسم هنا على ال12، هنا على ال12، هنا على ال12. يبقى اختصر 6 مع ال12 يبقى أ شرطة على ال2. اختصر 4 مع ال12 يبقى ب شرطة على ال3. اختصر 3 مع ال12 يبقى ج شرطة على ال4. يبقى كده أ شرطة النسبة ما بينها وما بين ب شرطة وج شرطة 2 3 4، يعني أ شرطة جزئين 2 ك، ب شرطة 3 أجزاء 3 ك، ج شرطة 4 أجزاء 4 ك. هو عايز مين؟ أصغر زاوية. فأصغر زاوية دي محترم بتكون قصاد أصغر ضلع، فأصغر ضلع هو أ شرطة اللي هو 2 ك، يبقى أنت هتجيب جتا أ قانونها زائد ناقص، بعد الناقص أ شرطة تربيع اللي هو الضلع اللي قصاد الزاوية اللي أنت بتجيبها. فهنا يتفضل لك مين؟ ب شرطة تربيع وج شرطة تربيع على 2 ب شرطة ج شرطة، ده قانون الجتا. يلا بينا نعوض. هربع الب شرطة يعني اربع ال3 ك، يبقى 9 ك تربيع. هربع الج شرطة يعني اربع ال4 ك، يبقى 16 ك تربيع ناقص مربع الالف 4 ك تربيع على 2 في 3 ك اللي هي ب شرطة في ج شرطة 4 ك. هتجمع 9 و16 25 ناقص 4 21 ك تربيع. 2 في 3 ب6 في 4 ب 24 كف في كف بكف تربيع. الكف تربيع تروح مع الكف تربيع هيبقى 21 على ال 24 يعني على ال3 فيها ال7 على ال3 فيها ال8. دي جتا أ. تروح تجيب آلتك وتعمل شيفت كوزين 7 على 8 يساوي 28 و9 من 10. اعمل كوما يعني 28 و57. موجوده اهي يا شباب معايا الاجابه مين؟ الاجابه ج. اللي بعده منحنى الداله س تربيع زائد 4 ونفس منحنى الداله س تربيع بازاحه 4 وحدات فيه. دي بتاعت، نرجع كده واحده تانيه، بتاعت الصادات. يبقى 4 وحدات في اتجاه واو صاد الموجب. ليه؟ لانها 4 بالموجب وهي في الجزء بتاع الصادات مش جوه ما هنا مع السين، يبقى 4 في اتجاه مين؟ واو صاد. طب لو هي كانت سالب 4 يبقى 4 وحدات في اتجاه واو صاد شرط. حلو. اللي بعده مدى الداله دي، طبعا دي داله كسريه، بجيب نقطه التماثل من تحت بساوي بصفر فتبقى السين ب3 لما اطلع السالب 3 بعكس الاشاره، واللي بره ده الصاد اللي هو -1. المجال في الداله الكسريه بيبقى ح ناقص الاحداث السيني 3، المدى بيبقى ح ناقص الاحداث الصادي -1. شكرا لسيادتك. انت عايز مين؟ المدى اللي هو ده، دور عليه موجود معاك الاجابه ب. رقم 10 جذر س تربيع ناقص 6 س زائد 9 اقل من 3. المقدار ده اسمه مقدار ثلاثي مربع كامل، يعني ينفع تعمله قوس تربيع تحت الجذر. بعمله ازاي؟ باخد جذر الاولانيه تبقى س، باخد جذر الثانيه تبقى 3، بحط شرط اللي في النص سالب. في طالب بقى بيسالني سؤال مره في الحته دي قال لي امال فين ال6 س؟
اقول له لو انت فكيت دي يا محترم هتفكها الاول في نفسه ب س تربيع، الثاني في نفسه ب 9. بتضرب برضه في الفك بتاعك الاول في الثاني في 2، س في 3 في 2 ب 6 س. يبقى انت بتلعب عشان تحولها لقوس تربيع بالاول والاخير. عايز تتاكد ان انت اللي انت عملته ده صح، اضرب الاول في الثاني في 2، هتلاقي اللي في النص، يبقى انت كده شغال مظبوط. اقل من او تساوي 3. الجذر التربيعي لما يبقى تحتيه تربيع بيضيعوا مع بعض، بس بيفضل ده جوه مقياس، لان انت لازم تحافظ ان ده يبقى بالموجب. حلو حلو، عشان التربيع بيخلي اي حاجه تحتيه موجبه. اقل من او تساوي 3 دي بقى بنحلها ازاي؟ لما مقياس يكون اقل من، بكتب اللي جوه المقياس اكبر من او تساوي اقل من او تساوي. الرقم ده بيتكتب هنا بالسالب ويتكتب هنا بالموجب. حلو، اطلع دي يمين وشمال بعكس الاشاره، فيبقى سالب 3 زائد 3 اقل من س، اقل من 3 برضه زائد 3، 3 اللي بره وزائد 3 اللي طلعت لها. سالب 3 زائد 3 بصفر، اقل من س، اقل من او تساوي 3 و3 6. يبقى مجموعه الحل من 0 ل 6 مقفولين عشان في علامه يساوي، دور عليها موجوده معاك الاجابه ب. سؤال رقم 11، دالة س بلوغاريتم س زائد ك للاساس 2 ودال سالب 1 التلاتة بواحد. دي دالة عكسية. الدالة العكسية 3 السين بيدينا 1، دي في مين؟ بتنتمي للدالة العكسية. طب لو في الدالة العادية بنعكس، طالما النقطة بتنتمي للعكسية يبقى عكس النقطة مقلوب النقطة بينتمي للدالة الأساسية. يعني 1 وكام و3، يعني كده دالة الواحد تساوي كام يا شباب؟ 3. روح بقى عوض في الداله اللي انا مديها لك عشان تجيب المجهول. داله الواحد تحط هنا 1، يبقى عندي لوغاريتم 1 زائد ك للاساس 2 بيدينا كام بقى؟ 3. عايز تجيب ك حولها للصوره الاسيه، اللي تحت اس اللي بره يدينا اللي جوه. يعني 1 زائد ك بيساوي 2 اس 3 اللي هي بتساوي 8. اطلع الواحد بعكس الاشاره، تبقى ك بتساوي 8 ناقص 1 هتساوي 7. دور عليها موجودة معاك الإجابة د. سؤال 12، دالة س بجذر س وره س بس تربيع ناقص 1، هات لي ره السالب 3. أولا ره السالب 3 تحط هنا سالب 3، هتبقى سالب 3 تربيع ب9 ناقص 1 هيدينا كام؟ 8. ده تركيب الره السالب 3، يعني احط جوه د ره السالب 3. طب ره السالب 3 بكام؟ ب 8. هتعوض هنا ب 8، يعني جذر ال 8 في الداله د اللي هي ب 2 جذر 2 اللي هي موجوده معاك الاجابه ج. سؤال 13، الداله الاحاديه هي الداله الفرديه، دي تربيعيه، دي 7 و8 زوجيه، دي 4 زوجيه، الوحيده مين يا شباب؟ س زائد 2 هي اللي داله. لو انت رسمتها هتلاقيها بالمنظر ده، يعني لما ترسم خط مستقيم هيقطع في نقطه ايه؟ واحده. اللي بعده أ شرطة على ب شرطة في ج ب على ج أ. طيب أنا عارف إن أ شرطة بتشتغل مع ج أ، يبقى دي ج ب على ب شرطة. بدلت بس دي هنا ودي هنا لأن ده ضرب عادي ينفع أبدل. طب ما هي دي يا محترم هي من قانون ب شرطة على ج ب. طب ب شرطة على ج ب في ج ب على ب شرطة، ده يروح مع ده وده يروح مع ده، يعني هيديني 1 اللي هو موجود معاك الإجابة د. سؤال 15، س تربيع ناقص 3 س ناقص 4 على س تكعيب زائد 1 لما س بسالب 1. هتعوض مكان الس بسالب 1 هيطلع لك 0 على 0. هضطر احلل، يلا بينا. س تربيع س وس ناقص 4 تتحلل سالب وموجب. كام في كام ب4 وطرحهم 3، 4 في 1. الكبير 4 تاخد اللي في النص السالب والواحد ياخد الموجب. اللي تحت ده مجموع مكعبين بيتحلل قوس صغير وقوس كبير. باخد جذر تكعيب س تكعيب س، جذر تكعيب الواحد 1. الإشارة اللي ما بينهم زي ما هي. القوس الكبير بربع القوس الصغير، س في س بس تربيع 1 في 1 ب1. بضربهم في بعض يبقى س بعكس الإشارة، والأخير ده على طول بالموجب. ده هيروح مع ده، عوض تاني مكان الس بسالب 1. سالب 1 ناقص 4 على سالب 1 تربيع ناقص سالب 1 زائد 1. ده هيبقى 1 زائد 1 زائد 1 يعني سالب 5 على 3. دور بقى عليها موجودة معاك الإجابة ب. سؤال 16، ج س على 5 ظ 2 س على 3. مبدئيا دي الناتج بتاعها
المعامل بتاع السين 1/5. دي الناتج بتاعها المعامل بتاع السين 2/3. لما تحسبها هتبقى 3/10. موجودة معايا الإجابة الأولى. السؤال رقم 17. لوغاريتم أ تربيع على ب ج بيساوي إيه؟ لما يكون في اسم بحولها طرح، يبقى لوغاريتم أ تربيع ناقص لوغاريتم ب في ج. دي الاتنين تنزل عادي قدام، يعني 2 لوغاريتم أ ناقص لوغاريتم ب في ج هي لوغاريتم ب لوحدها زائد لوغاريتم ج. الناقص يتوزع، هيبقى 2 لوغاريتم أ ناقص لوغاريتم ب ناقص لوغاريتم ج. دور على دي في الاختيارات وموجوده معايا الاجابه ج. السؤال 18. أ شرطه ناقص ب شرطه على ب شرطه زائد ج شرطه بيساوي ج شرطه على أ شرطه زائد ب شرطه، هات لي زاويه أ. ما قداميش حل غير ان انا اعمل مقص، لان هو مديني كسر بيساوي كسر. لما تضرب ده في ده هيديني أ شرطه تربيع ناقص ب شرطه تربيع. لما تضرب ده في ده هيديني ج شرطه تربيع زائد ب شرطه ج شرطه، لان انا هضرب ج في ج بج تربيع، ج في ب بب ج. حلو. اعمل ايه بعد كده يا محترم؟ ممكن ادخل دول جوه، بقى عندي أ شرطه تربيع بالسالب ودي بالموجب ودي بالموجب. حلو. كل ده بيساوي، طلع دي بره، سالب ب شرطه ج شرطه. ركز بقى معايا، انت عايز أ هتجيبها بجتا أ اللي هي بتساوي ب شرطه تربيع زائد ج شرطه تربيع ناقص أ شرطه تربيع على 2 ب شرطه ج شرطه. طب حلو، اللي في البسط ده انت وصلت له كده من المعطى بيساوي ب شرطه ج شرطه أ شرطه بالمنظر ده، دي موجب ودي سالب، بيساوي سالب ب شرطه ج شرطه. طب ما تحت 2 ب شرطه ج شرطه، يعني ده يروح مع ده وده يروح مع ده، يبقى يديني جتا أ. طب ما كده جتا أ هي سالب على الاثنين، يعني سالب 1 على الاثنين. فلما تيجي تعمل بالآلة شيفت كوزاين سالب نص هتلاقي ان زاوية أ ب 120. سؤال فكرته جميلة جدا، دور عليها، موجودة معاك الإجابة د. السؤال 19. عايز طول قطر الدايرة الخارجة للمثلث أ ب ج. أولا أنت عارف إن أ شرطة على ب شرطة على ج أ هي ب شرطة على ج ب هي ج شرطة على ج ج، هي 2 نق اللي هو القطر. حلو، فهو القطر ب3، يبقى أي واحدة من دول ب3. حلو. طب ما هو هنا أهو، دي لوحدها ب3، طب ودي ب3، طب ودي ب3، وهما ما بينهم ضرب، يبقى هضرب 3 في 3 في 3 هيطلع لي 27 اللي هي موجوده معاك الاجابه د. رقم 20. أ شرطه عندي ب شرطه عندي جتا ج عندي، هات لي ج شرطه. قانون ج شرطه، ج شرطه تربيع بيساوي أ شرطه تربيع زائد ب شرطه تربيع ناقص 2 أ شرطه ب شرطه جتا ج. عوض 4 تربيع زائد 5 تربيع ناقص 2 في 4 في 5 في جتا ج على بعضها ب4/10، يعني 4/10. تعالى بقى محترم نحسب من غير آلة. 2 في 5 ب10 راحت مع ال10 اللي تحت، 4 في 4 ب16 ودي 16 دي راحت مع دي، بقى عندي 5 تربيع وهنا ج شرطة تربيع، الأس بيساوي الأس يبقى الأساس بيساوي الأساس، يبقى ج شرطة بتساوي 5. دور عليها، موجودة معاك الإجابة ب. السؤال 21. س تربيع زائد 3 س ناقص ك على س تربيع ناقص 1 بتساوي 5 على 2. هات لي ك، هتعوض بواحد، هيبقى 1 زائد 3 ناقص ك على 0، لأن دي 1 تربيع ب1 ناقص 1. طب حاجة على 0 بتساوي ناتج، يبقى لازم البسط ده يبقى ب0 برضه عشان تبقى كمية غير معينة، وبعد كده عملنا لها شغل النهايات فبقت معينة. يعني كده 1 زائد 3 4 ناقص ك بتساوي 0. هطلع الكاب بره، تبقى الكاب بالموجب بتساوي 4. دور عليها، موجودة معاك الإجابة ب. سؤال 22 سؤال نهايات. هات لي نهاية الدالة. هجيب لما س بصفر هجيب دالة الصفر من ناحية اليمين اللي هي بتاعت القاعدة س أكبر من صفر، هتبقى المعامل على المعامل يعني 3. هجيب دالة الصفر من ناحية الشمال، اخد القاعدة اللي فيها س أقل من صفر، فتحط هنا صفر يبقى 2 زائد جتا صفر يعني 2 زائد 1 هيدينا 3. النهاية اليمنى ب3 والنهاية اليسرى ب3 بيساووا بعض، يبقى النهاية موجودة وبتساوي 3 اللي هي معاك الإجابة ب. رقم 23. عايز نهاية ظ تربيع 2 س جتا 5 س على ج 3 س تربيع. دول ينفعوا يشتغلوا مع بعض، فأنا هفصل دي، هتبقى نهاية ظ تربيع 2 س على ج 3 س تربيع في
نهايه س تقول لصفر لجتا 5 س. فلما تحط هنا صفر جتا صفر بواحد، يعني دي ملهاش لازمه. حلو. الناتج بقى بتاع الاولى، بدل ما اقول لك اسم على س تربيع والكلام ده، لا، المعامل على المعامل، بس التربيع هنا على الظا باخد المعامل تربيع، يبقى 2 تربيع. التربيع هنا على الس باخد المعامل بس 3. يبقى بتربع لما يكون المعامل على الداله، ما بتربعش لما يكون المعامل على الس بس وتاخد المعامل، تاخد الرقم اللي هو قدامها. يعني الناتج هيبقى كام على طول؟ 4 على 3 اللي هي موجوده معاك الاجابه د. السؤال 24، هات لي نهايه س جتا س لما س بباي. عوض بباي مكان الس باي، جتا باي. جتا باي يعني جتا 180 بسالب 1 في باي يعني سالب باي. دور عليها، موجوده معاك الاجابه ب. رقم 25، لوغاريتم س زائد لوغاريتم ص ناقص لوغاريتم ع اس سالب 1 بيساوي 2. هات لي س ص ع. جه اخوه في محافظه الجيزه، لو في زائد ناقص بعمل ضرب اسمه، يبقى لوغاريتم س في ص على ع اس سالب 1، فدي تطلع فوق تبقى لوغاريتم س ص ع اس 1 بيساوي 2. ده لوغاريتم معتاد يعني اساسه ب 10. يبقى لما تيجي تجيب س ص ع هتعمل اللي تحت اس اللي بره، يعني 10 اس 2 يعني 100، يعني تختار الاجابه د. السؤال 26، 3 اس لوغاريتم س في 5 اس لوغاريتم س بيساوي 225. هات لي س. ممكن تجيبها بالتعويض بالاله بتجرب، وممكن اعملها لك بقى واحده واحده. طالما الاس بيساوي الاس، ما تقوليش الاساس بيساوي الاساس لان ده بينهم ضرب مش يساوي، يبقى هتثبت الاس وتضرب اللي تحتيه. يعني هضرب 3 في 5 يعني 15 اس لوغاريتم س زائد 7، لان الاس كان ينفع يتوزع على الثلاثه والخمسه لو هم تحت مضروبين. حلو. وال 225 دي 15 اس 2. الاساس بيساوي الاساس يبقى الاس بيساوي الاس، يبقى لوغاريتم س للاساس 7 بيساوي 2. حولها عشان تجيب السين للصوره الاسيه، اللي تحت اس اللي بره يدينا اللي جوه، يعني السين بتساوي 7 اس 2 يعني 49. دور عليها، موجوده معاك الاجابه الاولى. سؤال 27، سؤال سهل. 3 اس س ب 5، هات لي 3 اس س زائد 2. هقسم الاسس، هتبقى 3 اس س لوحدها في، لان في جمع اهو، 3 اس 2. 3 اس س لوحدها ب 5، 3 اس 2 ب 9، 5 في 9 ب 45، يعني تختار الاجابه ج. السؤال الاول مقالي، بيقول لك الداله متصله، هات لي قيمه الكاف. الداله متصله وهنا س لا تساوي الاثنين يعني اكبر من 2، وس اقل من الاثنين، يعني النهايه موجوده لانها نفس القاعده. يبقى كده النهايه بتاعت الداله لما س تقول ل2 بتساوي داله الاثنين ذات نفسها. داله الاثنين ذات نفسها اللي هي كاف اللي هو عايزها. هتعمل بقى نهايه لس اس 7 ناقص 128 على س اس 3 ناقص 8 لما س تقول ل2. بص بقى محترم، س اس 7 زي ما هي، ال 128 دي هي 2 اس 7، س اس 3 زي ما هي، ال 8 دي هي 2 اس 3. اعمل بقى النهايه، طبق القانون، هيبقى 7 على ال3 الاس على الاس، في الاساس 2 اس 7 ناقص 3 4، كل ده يدينا مين؟ كاف. حلو. 2 اس 4 16، فانت لما تيجي تحسبها شرط تكسر 7 على ال3 في 16، هيطلع لك الكاف ب 112 على ال3. رقم غريب ومفيش اختصار، مفيش مشكله، سيبه زي ما هو طالما خطواتك مظبوطه. السؤال الثاني، ارسم منحنى الداله. الغلطه اللي الطالب الشاطر بيقع فيها هنا ان هو يجيب نقطه التماثل، ياخد اللي جوه يساويه بصفر يقول لك 2، واللي بره ده الصاد، ولما يجي يرسم يقول لك 2 اهي 3 اهي النقطه اهي. دي داله تكعيبيه فبتترسم ازاي؟ من يمين للشمال كده. ده غلط. ليه؟ لان هو اعتمد ان الاشاره بتاعت القوس موجب، فانا بقول له غلط، وهقول له غلط ليه دلوقتي. ركز معايا في الحته دي، همسح كل الكلام بقى ده. مبدئيا النقطه صح 2 و3. الغلط ان انت اعتمدت خدت الاشاره بالشكل ده، المفروض السين الاول تبقى بالموجب، يعني انت هتاخد سالب بره عامل مشترك فتبقى س ناقص 2. يا رب تكون وصلت. السالب ينفع يطلع من الفردي، زائد مين؟ 3. يبقى كده النقطه 2 و3 بس هي سالبه، فادي الاثنين ادي الثلاثه ادي النقطه اهي، بس هتبقى الناحيه الثانيه تناقصيه يعني مش تزايديه.
عايز ايه؟ عايز المدى، المجال بتاعها بتاع الداله التكعيبيه دي ح. المدى بيبقى برضه ح. الاضطراد كلها تناقصيه. النوع دي داله يا شباب فرديه. دي داله، ثواني كده نمسح لك دي. مفيش تماثل هنا وهنا، مفيش تماثل هنا وهنا، مفيش تماثل يمين وشمال، يعني ولا زوجيه ولا فرديه. كلام جميل. بالسؤال اللي فات دوت احنا كده وصلنا لختام حلقتنا، حل امتحان ماده الرياضه البحته تانية ثانوي محافظه الاسكندريه. يا رب تكون استفدت بكل كلمه قلناها النهارده، واشوفك على خير في باقي الحلقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.